صباح الفل. النهارده هعمل لكم اكله بالبطاطس اقتصاديه موفره لو في اخر الشهر بقى وما فيش لحوم وما فيهاش اي اضافات، هي بالبطاطس بس في نفس الوقت طعمها جميل جدا. لو اول مره بتشوفوني انا مريت، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو على اليوتيوب، ويلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه انا هشوح بصله متوسطه، وبعد كده هرش عليها شويه ملح وشويه من الفلفل الاسمر. هقلب تقليبه بسيطه وهغطيها كده دقيقتين او حاجة البصلة تدبل، وبعد كده هفتح واحط حوالي 5 فصوص من الثوم وهقلب. وبعد كده هحط بقى البطاطس بتاعتي، دي بطاطس متقطعة مكعبات، نحاول نخليها مكعبات كلها متساوية كده، مغسولة كويس. هقلب البطاطس مع البصل، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي برضو بسيطة ومش معقدة. معايا مرقة خضار او مرقة فراخ تكون مبشورة زي ما انا عاملاها كده، واحطها على البطاطس واقلب. وبعد كده هضيف ميه. الميه يعني ما تكونش كتير برضو عشان مش عايزاها تتسرق، بس ما تكونش مهرية. هفتح بعد شوية كده واضيف بقى البهارات في الاخر، وهي بقى ايه؟ بابريكا وشوية كزبرة وشوية كركم. بس هي دي البهارات بتاعتي. وهقلب كويس، وبعد كده بقى هسيبها على نار متوسطة حوالي كده ربع ساعة او اكتر شوية، افتح عليها راقبها بحيث تكون المكعبات مستوية بس مش مهرية. يعني انا اطلعها بالمعلقة الاقي الواحدة بوحدتها، مش لما اجي اطلعها الاقيها بتتهرس في ايدي. وهتكون كده جاهزة معايا، طعمها جميل جدا. ممكن تعملوا جنبها مكرونة مسلوقة. انا كنت عاملة مكرونة مسلوقة، وممكن تاكلوها بعيش عادي جدا. جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم طعمها. بس كده، واشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.